اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدا نشوف هنعمل ايه ونشوف فيديو النهارده بيتكلم عن ايه. اول حاجه دي جبنه، طبعا مالناش دعوه بيها، ماشي. وده لبن، انت جايبه نصين تمام. ده لبن عضي لسه جايبه من اللبان، وجبنه، ماشي. ده مش تبع الفيديو يعني، بس احنا عشان كنا تحت بنشتري حاجات وقلنا بقى ايه نجيب حاجات بالمره. نشوف الكيس ده فيه ايه. ده بصوا ده علاج لعدي. عدي نزل دلوقتي، خد ابره وجايبه له علاج تمام عشان تعبان ورجع تعبان ورجع امبارح. ده واحد قليل ادب مالناش دعوه بيه. هنا بقى دي آلة حاسبة، آلة حاسبة تمام. بكام يا جماعه؟ بكام؟ سنة رابعة وخمسة وستة عايزين الآلة الحاسبة دي 85 جنيه تمام. طبعا جاب كوليكتور عشان بيكتب بجف دلوقتي، وده تحليل وده جايب قلم فوسفوري، على الرغم ان هو لما راح يشتري دول لوحده انا كنت دافعه 8 دي بس فاضل 10 جنيه. رجع وديته يجيبها ويجيب الآلة الحاسبة تمام. والكوليكتور قال لي هنجيب كوليكتور، ما قاليش هنجيب قلم فوسفوري. نسيت والله نسيت تمام، ما قلتليش الا بعد ما رحت هناك شفته قدامك قلت له هتعرف. بس ماشي، انا ده هنشيله غير لما ده ليه استخداماته لما يكون بقى تشكيل كراسة. لا ده مش استخدامات خالص. خلاص احنا جبنا كده الآلة الحاسبة والكوليكتور والفوسفور. هو عامة مش غالي بس يعني ايه ماشي. بصوا بقى يا جماعة ديت تبع معتز. لابتوب سبورة. ده لابتوب سبورة، حاجة جديدة كده يعني، تعليمي يعني. فهو استنى هقول لكم دلوقتي ايه. احنا ديت جايه دي خدناها هديه فوق الحاجه اللي احنا اشتريناها. دي خدناها، استنى هنفرج مع بعض. هديه خدناها هديه فوق الحاجه اللي احنا اشتريناها، لان احنا اشترينا كذا حاجه يعني، حاجات كتيره من نفس المكان واحنا بنجيب منه على طول. طب ثواني نطلع القلم. الراجل عارفنا يعني فاعطانا دي هديه. بصوا القلم بتاعها بيطلعها من هنا، كتب اهو، بيمسح كده. اكتبي اي اسم كده، اكتبي عدي. نكتب معتز بقى، ما هي بتاعت معتز كده، هي مش بتاعت عدي. معتز، لا معتز بقى يكتب لنا كلمة الله، هو بيكتب الله حلوة. الله مش في بتاع هنا. اهو يا ده اهو تمام. الله. كلمة الله. ده اللابتوب ده كده حاجه. بصوا انا مش مقتنعه بيه، هو سبوره عامه يعني، انا مش مقتنعه بيه. بس انا عايزه اقول لكم يعني ان هو ايه، هو احنا خدناه فوق المشتريات اللي احنا اشتريناها تمام، علشان يعني ايه الراجل احنا كلحنا عليه بصراحه يعني. بس خلاص بقى هنشيله طبعا هنا يا جماعه. دلوقتي معتز هبصوا، خد يا معتز روح اكتب بقى على جنب عشان نخلص فيديو تمام. خلاص كده نقعد بقى نجرب، بس ما تبوظش حاجه. خد السبوره بقى تمام. بصوا بقى نشوف الكيس ده فيه ايه. فيها فيه مش راضي يطلع الفيه. نطلع دي سبوره انا اصلا بنجيبها للمعتز، هي ب10 جنيه، مش غاليه يعني، هي ب10 جنيه بس طبعا ايه بيكتب عليها، بيتملى عليها وكده. انا كنت جايبها له مره قبل كده بس اتبهدلت وباظت وقطعها، هي كرتون اصلا مش حلو. ب10 مش غالي زي عند اي حد ب85 وكده. لا دي مش ب85 ولا حاجه، ممكن في مكان بره لقيناها واحنا جايين ب25 جنيه، احنا جايبينها ب10 جنيه. لها القلم السبوره ده تمام كده. لا اعملي انت الله، مش كده الله تمام. وليها الاستيكه بتاعتها اهي، هي حلوه يعني للاطفال. كمان عليها الارقام وعليها الحروف وعليها انجليزي وعليها شويه كلمات كده، حاجات من اللي هي البدائيه بتاعت الاطفال دي تمام. وده الظهر بتاعها هي بتدي عربي وانجليزي. فانا جايبها له عشان معتز بيحب يلعب بيها. هي اي نعم هي تعليمي بس في نفس الوقت ترفيهي. ليك بايدك كده عشان خاطر هي تعليمي وفي نفس الوقت ترفيهي، علشان خاطر ايه معتز بيحب يلعب بالحاجات دي. طبعا هي ب10 جنيه. اسمها سبورتي الرسميه المهارات. حلوه جميله والله، هي حلوه منها لعبه ومنها تعليم. دي بقى شنطتي، دي شنطه عدي. كانت شنطه الدرس بتاعته للاسف يعني بقالها بتاع سنه ونص عنده، جابت اخرها خالص، مش نافعه خالص يعني. والكتب بتاعته بيحطها وقعت منه. قلت له خلاص احنا كده في مرحله ان احنا ايه نجيب شنطه الدرس. احنا مش بنجيبها في اول السنه، بس احنا بنجيبها لما تستهلك يعني، مش لازم، مش اساسي ان انا نجيب شنطه في اول السنه.
بتاعت الدرس، انما شنطه المدرسه ثابته زي ما هي بتاعت السنه اللي فاتت، حلوه وشغاله وكويسه يعني. انما شنطه الدرس دي ما كانتش برضو غاليه، هي سوسته واحده سوستتين كده، ديت سوسته زي مقلمه كده للاقلام والحاجات دي، تمام. ودي السوسته بتاعت الكتب الاساسيه. الشنطه ديت خامتها برضو حلوه، جينز يعني بتعيش معانا شويه، بس هو عايز بيقول لي ياخدها للتمرين. التمرين والامتحانات والدرس. ما اعرفش بقى هو هيعمل فيها ايه، بس هي يعني هو هيروح بها الدرس عشان خاطر برضو بتاعت الدرس خلاص مش نافعه، فيروح بيها الدرس، تمام. وبعدين موضوع التمرين بقى كده كده احنا في الشتاء، فهتبقى تلبس الترنج، هتلبس الترنج بتاع انا بلبس خروج ويروح نلبس الترنج. لا تلبس الترنج من هنا تمشي بيه، وممكن تاخدها بقى تفضي الكتب وتاخدها معاك الواقي. فيها ازازه الميه والواقي والحاجات دي والحزام وكده. تمام. اهي يا جماعه بصوا مرسوم عليها اديداس طبعا صبياني، هي كده نفس خامه على فكره التانيه اللي كانت عنده، بس دي ستايل تاني، التانيه كانت عاديه دي ستايل تاني. طبعا انا كنت نازله اصلا، لا مالناش دعوه بيها دي يزمتي دي محدش بيشوفها. كنت نازله اصلا عشان خاطر نحجز كتب بتاعه الترم التاني لانها نزلت وهتتسحب ومش هنلاقيها، فقلت ننزل نجيبها ونجيب شويه طلبات لازمهم للدراسه وكده. طبعا احنا الحاجات دي بنجيبها كل شويه، انا كنت جايبه في اول السنه وخلصوا الاستخدام والحاجات دي. دلوقتي بقى المهم يعني، واحنا بنجيب من ضمن الحاجات مشترياتنا جايب علبه كريم جل كده عايز يجربها، علشان طبعا ايه هو بيجيب حاجات جل، بيجيب جل، فهو قال له لا انا عايز نغير المره دي وهات لي كريم جل، فجيب دي ب20 جنيه. حلو ماشي. وجيب ميداليه للمفاتيح بتاعته علشان خاطر المفاتيح بتاعته مهلكه وحاجه كده يعني، وهاتي بس هات البتاع للشفره بتاعت الاسانسير والحاجات دي ملهاش، هات الكوفي ميكس ملهاش ميداليه وكده. دي ستاربكس. وجاب لي ما اعرفش ده ايه، وجاب لي واحده للبيت كله يكتب في تمام. الكومنتات الاثنين دول خدناهم ب10 جنيه. حلوين. هات بقى الكيس اللي هناك دي. حد يمسك مكاني. طب انا عايزه اعمل مكان. دي ازازه ميه جايبها اشربها. لا دي بقى فيها كلمه. بصوا بقى هقول لكم، دي دستة اقلام رصاص علشان معتز، انتوا عارفين يعني اللي هو التأسيسي اللي داخل على ابتدائي، اللي هو الكيجي يعني اللي داخل على ابتدائي وكده، استخدمه في الرصاص اكتر حاجه. فانا اللي داخل سنه اولى يا جماعه بيقول لكم سنه اولى، تعالوا اقول لهم سنه اولى ولا سنه كام. انا كل شويه انزل له يا جماعه واقول له ايه انت داخل سنه اولى يعني انت كبرت خلاص، كانه داخل اولى جامعه. حتى الاكل عجبك هو ده نفسه. يلا هنا بقى جبنا ايه، كراستين رسم، واحده كبيره واحده صغيره، واحده للكبير طبعا واحده للصغير. وهنا طبعا انا جايباهم دول ما جبتهمش في الترم الاول، ليه؟ لان كان عندهم يعني كان عندهم خشب، وكان عندهم ما كانش كان في الماستر وبرده استخدموهم وخلصوا، لان دول بيتبروا طبعا بسرعه، ف كان عندهم دول خلصوا يعني، فهم بيستخدموهم برضو في الكيجي معايا بيستخدموهم كتير. وانا برضو في الرسم انا عندي حد وربق. وعدي بيرسم برضو. انا بحب انا هروح يوم الاربعاء ده الترفيه من الرسم. بصوا عايزه اوريهم بس دي طلعي يا حلوه. انا بنجيب من مكان رخيص يعني يا جماعه، مش حاجته غاليه. بصوا دي الالوان الخشب، ودي الالوان الفلوماستر، دي ب15 جنيه ودي ب15 جنيه، الاثنين دول ب30 جنيه والاثنين دول ب15 جنيه، الكراسه دي والكراسه دي الاثنين دول ب15 جنيه. جايبين ده لا مش قلم، مش ولا ده الطابل فيه دي بتاعت ده ده قلم ده معتز والله. ده القلم، ده قلم رصاص ما بيخلصش، هو الراجل قال لنا كده ده قلم اسمه قلم رصاص ما بيخلصش تمام، يعني ثابت يعني. ده شكله كده تمام، ودي استيكه ليه، فاحنا هنجرب كده معاكم بقى ايه، هنشوفه بيخلص ولا ما بيخلصش، وبيعمل ايه ما بيعملش ايه الحاجات دي. هو الاستيكه دي بيقول لك ملهاش لازمه او تقريبا بتمسح حاجه مش فاهم حاجه. هو قال بيمسح يعني بتمسح برضه، بتمسح بس صعبه شويه، عايزه نتك عليها جامد. ما ممكن يتك هو يبوظ الكراسه صح؟ بس خطها حلو صح؟ بس خطه حلو يعني، حلو برضو شغال. هنجرب بقى ونشوف بيخلص ولا ما بيخلصش. ماشي. ده كان ب10 جنيه، خدناه ب8 جنيه. هو عامة المحل ده متاح ان احنا نفاصل عنده يعني، بيفاصل عادي ما عندوش مشكلة. عندي بقى كان عندي مشكلة انا وعدي، ان هي ايه المشكلة دي؟ انت جايب ايدي ولا مش جايب؟ المشكلة دي ان احنا كل يوم يعني كل مثلا 3-4 ايام يجيب قلم، 3-4 ايام يجيب قلم. هو كره الاقلام الروتو دي، بس طبعا ده احسن قلم بيجيبه يعيش معاه يعني، كل ما بيجيب قلم نوع كل مره يغير يجيب نوع تاني، كلهم بيستخدموا نفس الاستخدام تمام. بس طبعا انا جبت بقى الدستة ديت علشان خاطر هندي انا بقى من هنا بقلم. دي جبتها كانت 12 قلم ب20 جنيه
تمام. دست على بعضها. قلت احسن، ما كده كده بيروح يجيب لي الواحد ب5 جنيه من المكتبه العاديه، يعني المكتبات العاديه اللي حوالينا هنا بيروح يدوا له الواحد بكام، ب5 جنيه، صح؟ فانا قلت لا، انا رحت رايحه المكتبه اللي احنا بنجيب منها دي، جبت الدسته، لقيت الدسته هناك ب20 جنيه. فيعني حلوه ان انا اجيب الدسته ب20 جنيه، 100 100. واخليها بقى هنا، ولما يعوز قلم ابيع له القلم، اخد منه 5 جنيه وابيع له القلم. متفقين؟ اه. هبيع لك القلم. لا، هو حتى في البيت كمان. هبيع لك القلم. لا والله ابدا. تمام. هنا بقى مش عايزه، خدي مرجعي. مش عايزهم، حلوه ب5 جنيه بتاع بره. ماشي. بصوا بقى يا جماعه، هنا دول دي دسته 9 سطور لمعتز، لان معتز بيكتب كتير برضو. فدسته، ودي بقيه الدسته بتاعت 9 سطور. تمام. ودي دسته انجليزي، ورق انجليزي اهو. بصوا انا الانجليزي ده يعني الحاجات دي جايباها كراسات، ليه بقى؟ مش كشاكيل كبيره، دي كراسه 28. الكشاكيل الكبيره بنفس يعني ايه، يعني الدستة دي 20 كشكول. طبعا معتز بيكتب، وانتوا عارفين بقى يكتب في صفحة وصفحة بيبوظها بيقطعها مش عارفة ايه. فقلت لا، انا اجيب عدد اكتر لمعتز، واجيب كراسة اقل يعني في الحجم يعني. فجبت عدد اكتر، دي الدستة دي 20. تمام. والدستة اللي هي ال9 سطور برضو 20. انما ال60 جايبة كشاكيل لعدي. الدستة ال60 15 كشكول مش 20. عددها جايبه انجليزي وجايبه مربعات، كراسه مربعات اهي. ده في واحده بايظه. عادي، البايظه نرجعها له، هو ما عندوش مشكله. انا رجعت على كام واحده هناك، بس دول طبعا ايه، بص في واحده بايظه اهي، دي نرجعها عادي. هنقعد دلوقتي كلهم نفرزهم كلهم دلوقتي، لان انا طبعا في المكتبه هناك في الشارع ما كنتش عارفه، وطلبه داخلين طالعين، واطفال وعيال وبيشتروا مش عارفه ايه. فما كنتش عارفه بصراحه يعني ايه ان انا افرز هناك. انا طلعت كتير يعني، فرزت كام حبه حلوين. قولوا لنا يا جماعه القلم ده، القلم اللي ما بيخرجش، اللي هو اللي عليه الضفدعه دي. بصوا دي مربعات برضو، جبت له 20 كشكول. قلت بقى لما يعني يكبر شويه وخلاص ما يستهلكش نبقى نجيب اكتر يعني، نبقى نجيب عدد اكتر وورق اقل يعني. بصوا دي المربعات. هنا بقى الحاجه التانية الجديده بقى، ده الجديد بقى يا جماعه، اللي هو ايه، قلم جاف بيمسح بلاستيك. طبعا القلم ده احنا جبناه في اول السنه، وطبعا ما قعدش لانه حبر. فانا هقول لكم بقى احنا هنعمل ايه. احنا ده انا جايباه للامتحانات بس، عشان ايه؟ علشان احنا طبعا اول سنه امتحان، وعندي عضيه بيتخبل بسرعه. ماشي. فده قلم هنكتب بيه في الامتحان، وهنشيله تاني علشان خاطر ايه؟ لما يخلص. عشان ما يخلصش، لانه بيخلص بسرعه. فده انا جايباه بس عشان ده غالي مش زي التانيين. لا ده قاعد، ده مش من النوع التاني والله بيقعد. طب ابقى افتحيه وشوفيه. ده بقى بيتمسح يعني ايه؟ امسحي كده، امسحي معتز كده. قال لي بيتمسح. ده عامل بالولاعه هناك. اهو اتمسح اهو. تمام. ده بيمسح الجف يا جماعه. قلم قال لي بقلم منه فيه بيمسح الجف، يعني مش زي التانيين بتكتب ما تعرفش تمسح تاني، لا ده بيمسح الجف عادي. فاحنا انا جايبه واحد بس من ده علشان يروح بيه الامتحان، وهشيله تاني. تمام. يعني هنخليه الامتحانات الدروس بعد كده الشهر، وهنخليه الامتحان المدرسه. تمام. بصوا بقى، دي بقيه الكراسات بتاعت معتز، بقيه الدسته. هنا بقى دول بقيه الدسته بتاعت عدي. انا جايبه دسته العدي 60. كان كشكيل من كشاكيل مش كراسات، بتاعت عدي كشاكيل. هنقعد نفرزهم بقى كلهم دلوقتي، ونشوف فيهم ايه الكويس واللي مش كويس. تمام. دول 3 اساتيك، ودي برايتين برضو. الحاجات انتوا عارفين الحاجات دي بتضيع مننا في المدارس والدروس يا جماعه. رجاء يعني صحاب عضيه اللي معانا في القناه اللي يلاقي استيكر من عضيه او برايه او اي حاجه اديها لنا تاني يا جماعه. لا بالذات المستر لما بيلاقي حاجه بيشيلها لنا. فرجاء يعني اللي ضيع عنده حاجه يا جماعه يخليها لنا تاني، عشان هناخد واحده. جايبين بفلوس كتيره قوي، صارفين مضيعين. ده قلم سبوره، ده قلم سبوره، علشان السبوره اللي احنا جايبينها دي قلم ما بيخلص بسرعه. فانا جبت ده وهشيله، ما حدش واخده مني، ما حدش راح بالمدرسه. المدرسه مالناش دعوه، المدرسه الميس تجيب قلمها معاها، ما بيرضاش، ما بياخدوا مين بياخدوا. ودول 2 سنون، بتاعتين سنون كده، علشان احنا معانا قلم سنون بتاع عدي 7 مللي، فاحنا كده يعني. وجاب برجل علشان استخدام، يعني هيستخدموا بقى برجل وحاجات كده. فجبنا البرجل برضو سنون 7 برضو. لا سنون 8 7 8 هيمشي مع ال7.
ودي الكشاكيل بتاعت عدي، خامتها حلوه من جوه، ومعرفش ستايلها ليه صفحه او صفحه كده بس. ما هو دي للدراسات لانها عشان واحده للخريطه وواحده للكشاكيل. عشان مرسوم عليها دراسات. تمام خلاص كده. بس يا جماعه ده كان فيديو النهارده، ودي كانت مشترياتنا. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم بخير، سلام عليكم. ما تنسوش بس ما الاشتراك تنسوش تعملوا اشتراك واللايك قول انت بقى. ما تنسوش تعملوا الاشتراك عشان دودو، وقولوا له وادعوا له في الكومنتات، قولوا له الف سلام عليك. بس ادعوا له وقولوا الف سلامه عليك، وادعوا لي انا ربنا يقويني علشان انا قلبي واجعني من المصاريف دي. ماشي. صح كده. السلام عليكم. باي باي.